بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ حلقة جديدة من حلقات وجهة نظر على قناة وائل سيف النصر. أهلا بحضراتكم. عايز أتكلم عن سبب وحيد لفشل الكرة المصرية من 2012. طبعا الكرة المصرية بعد خروج المنتخب المصري، وطبعا كده الدول العربية كلها طلعت، يعني منتخب الجزائر طلع، ومنتخب تونس طلع، ومنتخب المغرب طلع، ومنتخب موريتانيا. أشرف خروج لمنتخب عربي في بطولة الأمم الأفريقية هو منتخب موريتانيا. ولذلك أنا أتحدث النهاردة عن منتخب مصر. منتخب مصر فشل للمرة الرابعة ولا السادسة من ساعة ما حسن شحاتة في 2010 نجح بينا للوصول إلى رقم 7 والبطولة السابعة في تاريخ الكرة المصرية، بعد 57 و59 و85 و98 مع الجوهري، و2006 و2008 و2010. طبعا أفضل إنجاز هو كان حسن شحاتة. من بعد ذلك الكرة المصرية في فشل. إيه السبب؟ سبب وحيد. السبب الوحيد لفشل الكرة المصرية هي الإدارة الفاشلة. إدارة إيه؟ إدارة الكرة المصرية بصفة عامة. من بعد 2011، من بعد ثورة يناير اللي هي ثورة 25 يناير، ميدان التحرير واللي شفناه في ميدان التحرير، والإخوان ومش الإخوان، وكلام عن الجيش والشرطة، واللي حصل في مديريات الأمن، طبعا كله الأوراق اتفرمت ومش عارف، يعني كلام كثير سياسي ملناش دعوة بيه. لكن أثرت على الكرة المصرية. أثرت على الكرة المصرية إزاي؟ أثرت على الكرة المصرية إنه كل الناس اللي مسكت الكورة بعد كده ليست أهل لقيادة الكرة المصرية. من ساعتها اللي قاد الكرة المصرية في 2012 وفي 2013 وفي 2014 وفي 2015، من يومها يعني جابوا رئيس وزير شباب ورياضة اسمه خالد عبد العزيز، وقبليه كان طاهر أبو زيد، وقبليه كان المرحوم الله يرحمه ويحسن إليه ويغفر له، وادعوا له بالرحمة والمغفرة. اللهم ارحمه واغفر له، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، طبعا المتوفي من فترة قريبة رحمه الله، خد 2.5 في غيبوبة، في ميزان حسناته إن شاء الله. المهم إن الفترة كلها دي فترات ما كانش اللي بيقود هو العامري فاروق أو خالد عبد العزيز أو طاهر أبو زيد. كل دول وزراء، وحتى أشرف صبحي حاليا مش هو اللي بيدير الكرة المصرية. ولذلك طلع يشكر في صلاح ويقول لي صلاح معلش احنا اسفين يا صلاح. كلام قيادة غلط، قيادة خاطئة، إدارة فاشلة. ودي مش شتيمة، يعني أنا مش قصدي إن أشتم فيهم، فهم فعلا فاشلين لأنهم ما بيديروش بعدل ربنا. كله كلام سياسي، وكله عشان خاطر حاجة واحدة بس، إيه هي؟ ينجح فريق اسمه نادي الزمالك. للأسف الشديد المفروض إن الناس ما تضحكش على نفسها. ما هو عشان بنضحك على نفسنا بنتضرر في الآخر. انت عامل ايه للكره المصريه؟ يعني مجلس اداره اتحاد الكوره، كل الاتحادات اللي فاتت واللي مسكوا اللجان، يعني عمرو الجنايني ولا احمد مجاهد، ليس كل ما يعرف يقال، ولا اسمه كل الناس، محمد فضل باللي كان معاه، اللي هم ودلوقتي بركات وحازم وجمال علام ده للمره الثانيه، وقبله كان البشمهندس هاني ابو ريده. كل الناس دي كانت بتقود قياده غلط. 2019 فضحونا، 2019 في مصر وعملنا بطولة ناجحة جدا 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 تنظيميا، ولكن خرج المنتخب خالي الوفاض
ليه؟ لأنه أصلا العدل أساس الملك. العدل مفيش، العدل غائب. وطالما العدل غائب سواء في المنتخب أو في مصر كلها على وجه العموم، اللي هو الكرة المصرية بصفة عامة، مفيش. يعني النهارده بنتكلم على قيد ونهاية القيد، وقيد الزمالك وقيد الأهلي وقيد اسمه علي لطفي. عايزين علي لطفي، لا ما نجيبش علي لطفي، لا نجيب مش عارف مين. وده تخبط طبعا، عيب انه يحصل في النادي الاهلي. يعني احنا بنقول النادي الاهلي هو اكبر منظومه في مصر ناجحه، هي والقوات المسلحه. دايما الناس تقول كده، ففعلا القوات المسلحه ناجحه بنظامها الصارم، والاهلي نفس الكلام. وعشان كده الاهلي بياخد بطولات في افريقيا وبيصعد لكاس العالم للانديه. والسنه اللي فاتت، اللي هي السنه اللي عدت دي، كان املنا انه يوصل للنهائي، بحيث يبقى انجاز غير مسبوق لم يحدث من قبل. فالحمد لله خدنا ثالث العالم. ولكن اين الكره المصريه؟ أين الكرة المصرية؟ فين الكرة المصرية؟ أنت وصلت للنهائي السنة اللي فاتت بإيه؟ بضربات جزاء، وكل ماتش ضربات جزاء في البطولة اللي هي 2021، اللي كانت فين دي؟ في الكاميرون. أي في الكاميرون. وفشلت برضه، وصلت للنهائي وفشلت. والسنة اللي قبلها طلعت من مصر من عقر دارك برا، وقبلها ما كنتش بتوصل أصلا. ليه؟ لأنه أساس الموضوع فلوس. أساس الموضوع فشل إداري. الفشل الإداري ده هو اللي مضيع كل حاجة في الكرة المصرية. أنت المفروض تختار اختيار سليم. يعني واحد زي حسام حسن ده ليه مظلوم في قيادة منتخب مصر؟ إنه يكون مدير فني هو واللي معاه. ليه يعني؟ حسن شحاتة ما ترجعوش تاني ليه؟ علي ماهر ما يمسكش ليه؟ رايحين نجيب واحد المرة اللي فاتت كيروش، والمرة دي فيتوريا، وقبليهم كان لا مش عارف لاسارتي ولا اسمه ايه بتاع كولومبيا، ولا كان ارجنتيني. كله رايح بالدولارات. طب الدولار النهارده ب 30 جنيه، يعني انا لو جبت واحد ب 100 دولار اضرب 30% ب 3000. طب انت دلوقتي 100 دولار يعني 1000 دولار ب 30,000 جنيه، 1000 دولار بس. فما بالك واحد بياخد 200,000 دولار، 200,000 دولار في الشهر. اضرب ال 200,000 في 30 يديك ايه؟ 6 مليون. ده لو على سعر السوق، واكتر من 30 هو. 6 مليون جنيه في الشهر، 6 مليون جنيه في الشهر عشان بني آدم يقول مين يلعب باك ليفت، ومين يلعب باك رايت، ومين يلعب هاف، ومين يلعب، ويجيب النني يلعبه في نص الملعب، ولا إمام عاشور يلعبه في نص الملعب رقم 8، ولا يجيب مروان عطية. طب ما أنا ممكن أعمل كده. أي بني آدم أنت هتجيبه بيتابع كورة هيعمل اللي هو بيعمله. فمش مش كده. هي الموضوع كله ان تجيب واحد عادل صريح مع نفسه. اللاعب الكويس ينضم، اللي مش كويس ما ينضمش. واولهم صلاح. انا لو شايف ان صلاح لا يصلح لمنتخب مصر مش هجيبه، بس احنا بنجيبه عشان صلاح واجهتنا فعلا، انا معاك. لكن طب باقي اللعيبه ومش مع مش عشان كده يعني تجي تديله صلاحيات اكبر من صلاحيات لاعب كره. لا، هو لاعب كره قدم، وعشان هو لاعب كره قدم المفروض ما تديلوش صلاحيات اكتر من كده. يعني في اللي حصل في المؤتمر الصحفي ده، دي جرسه فضيحه، عيب. ازاي يحصل في منتخب مصر انه اللاعب يقول لا هيستمر وهو هيستمر؟ طبعا احنا عارفين انه هيستمر. فما فيش امل. الامل في الكره المصريه لما يجيبوا حد زي الله يرحمك يا سمير يا زاهر. الله يرحمك يا سمير يا زاهر، وايامك يا سمير يا زاهر. الله يرحم ايام سمير زاهر. سمير زاهر كان راجل محترم في ايه؟ في انه بيجيب الرجل المناسب في المكان المناسب. مش جايبين له واحد زي ايمن عبد العزيز. طب ايمن عبد العزيز يعرف ايه عن منتخب مصر اصلا تاريخه ايه في منتخب مصر مثلا؟ يعني تاريخه ايه في التدريب عشان تجيبه ويكون يعني. انت عارف لما كانوا جايبين في المنتخب بتاع كيروش محمد شوقي، لا محمد شوقي عمل لمنتخب مصر ولعب بطولات في منتخب مصر 2008 و2010، وكان مع الناس اللي كانت يعني ده حاطط كوره في البرازيل
جون في البرازيل، ده هدف تاريخي هيفضل يذكر لغاية ما يموت، ربنا يديله الصحة وطولة العمر طبعا. فواحد زي محمد شوقي عمل تاريخ لنفسه في منتخب مصر، ولذلك بيحس باللعيبة وبيحس بأوضة اللبس ويفهم اللي بيحصل في أوضة اللبس. فده ماشي. لكن انت جايب لي احد زي ايمن عبد العزيز، ايه ايمن عبد العزيز هيعمل؟ حتى لما يقول حاجه الراجل مش هيسمع له اكيد، ولا هينفذ حاجه من اللي هو بيقولها، يقول اللي يقوله ويعيد اللي يعيده. وعشان كده بنقول الفشل جاي من راس القياده، اللي هو كله مش يعني اشرف صبحي اداراته فاشله وكلامه كله فاشل. حتى لما كان الجواب اللي استخبى في اتحاد الكوره قال لهم ان الاداره التنفيذيه هي السبب ان الجواب استخبى بتاع النادي الاهلي، وخلى النادي الاهلي يروح يلعب في المغرب النهائي بمباراه واحده. لكن في الجواب لولا ان هو استخبى كان هيلعب مباراه ذهاب وعوده، او الاهلي كان هيقدم. فهم خبوا الجواب عشان الاهلي ما يقدمش، وقال لهم ده. طب ايه عمل؟ ولا حاجه. ايه عمل؟ ولا حاجه. هو في ناس من فوق اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بتقود الرياضه في مصر بالتليفون. الله اعلم بقى مين الناس دي. هي دي المشكله، الناس دي هي المشكله اللي هي بتقود، مش اداره كمسميات. جمال علام رئيس اتحاد الكوره، بس ايه لازمته؟ ايه بيعمل؟ ايه بيسوي؟ ولا حاجه. حازم امام المشرف على منتخب مصر، ايه لازمته؟ ايه بيسوي؟ ولا حاجه. ايه بيعمل؟ بيجيب اللي بمزاجه وبيمشي اللي بمزاجه، وهو اللي جايب ايمن عبد العزيز، وهو اللي بيختار لعيبه المنتخب مين ينضم ومين ما ينضمش، مع شويه كده كلام كله فاضي. وبعد كده في حاجه، يعني انت النهارده لما تيجي تبص لمنتخبات، حتى المنتخب الاولمبي ربنا يستر عليه، ولا منتخب الناشئين طلع بره ولا اخذ اي حاجه. يمكن المنتخب الاولمبي الوحيد اللي هو وصل الاولمبياد بتاعت باريس اللي هتتلعب في 2024 في شهر 5 اللي جاي ده، ولا شهر اخر 4 أول 5. المهم يعني كله فشل في فشل، وكله سببه الوحيد الاداره. ويقول لك هنفتح باب القيد، لا الزمالك موقوف، لا الاسماعيلي عليه قضايا. إيه ليه سايبين ده كله حاصل؟ لانه في ادارات فاشله. لذلك لغايه دلوقتي الزمالك بيقيد لعيبته وهيروح يقيد لعيبته وما دفعوش الفلوس اللي عليهم لاتحاد الكوره. طب ما ده فشل. وبعدين اي فريق المفروض الفرقه اللي عليها فلوس لاتحاد الكوره او لاي لاعب او لاي مدرب المفروض ما ينضمش في بطولات افريقيا، ما ياخدش الرخصه. ولذلك الراجل المحترم اللي هو كان رئيس التراخيص، كان راجل مستشار، قدم استقالته لانه المفروض الزمالك ما ياخدش رخصه، فبيدوا له الرخصه على اساس ان هو ما عليهوش حاجه وبيخش وبيدخل بطولات افريقيا. يعني النهارده فيوتشر ولا النادي الاهلي ولا بيراميدز ما عليهمش اي فلوس، الوحيد اللي عليه فلوس في بطولات افريقيا هو الزمالك. ومشي حالك، لان الاتحاد المصري غايب نايم. ما هو اللعبه كلها لمين؟ ليهم هم، عشان خاطر نادي الزمالك. فهو الاداره كلها فاشله ومش هيفلح فيها غير النادي الاهلي، وده كلام منتهي يعني ما ندورش وراه. الاداره الفاشله، القياده. وزي ما بنقول مش رئيس اتحاد الكوره، مش مجلس إدارة اتحاد الكرة كله، ولا اللجنة الأولمبية وهشام حطب واللي بيعملوه فيه هو وياسر إدريس، ولا الدكتور أشرف صبحي، ولا أي حد في الإدارات دي. يعني الإدارات دي ممكن تنجح نجاح باهر، بس سيبهم يشتغلوا بدماغهم. لكن لا، في ناس فوق الناس دي بتفرض عليهم. حتى النادي الأهلي بيفرضوا عليه. يعني الخطيب ومجلس إدارة الخطيب والله يرحمه العامري فاروق كانوا عارفين كلام كثير ما بيقدروش يقولوه. ليه؟ ما تعرفش. فهو مين اللي مسيطر على الموضوع كله؟ الله أعلم بقى إيه الجهة اللي مسيطرة على الموضوع كله. أنا مش فاهم. من الكونغرس الأمريكي بيجيهم تعليمات ولا بيعمل؟ أنا مش عارف. فهو المشكلة في القائد ده
القائد اللي بيمشي الدكتور أشرف صبحي، وبيمشي جمال علام، وبيمشي حازم إمام، وبيمشي وليد العطار، وبيمشي محمود الخطيب، وبيمشي مرتضى منصور، وبيمشي مش عارف أحمد دياب بيجيبه وبيخليه رئيس الرابطة، كلام. كل الكلام ده في حد في مصر رابط ده كله ببعض وبيمشيهم زي عرائس الماريونيت، ولا الماريونيت اللي هي العرايس اللي بيلعبوا بيها. هو اللي فوق ده ماسك كل الخيوط دي بيلاعب العرايس. مين ده بقى؟ الله أعلم به، الله أعلم به. ويا رب يهدي علينا وعلى الشعب المصري، لأن الشعب المصري بطل يروح يتفرج كورة. حتى تبص للجماهير في مباريات منتخب مصر ما تلقاهاش، لكن في ماتش للزمالك هتلقاه، في ماتش للأهلي هتلقاه، في ماتش للاتحاد السكندري هتلقاه، في ماتش للنادي الإسماعيلي ولا النادي المصري ولا طنطا ولا أسوان. حتى نادي أسوان هتلقى جماهيره كثيرة لو بيلعب نادي أسوان، لكن في ماتش المنتخب ما حدش هيروح ولا هيتفرج، إلا لو ماتش مهم جدا، يعني حاجة تكون نهائي، حاجة تكون مطلوب فيها الجمهور. لكن الجمهور أصلا بطل يفكر وبطل يدور. وحتى اللي بيفكروا زي حالاتنا مكبرين دماغهم، عارفين اللي فيها، عارفين انه لا اصلاح الا في وجود العدل في إدارة الكرة المصرية. مش هنقول إدارة اللي هي إدارة، لا، قيادة الكرة المصرية، اللي بيقود الكرة المصرية يرحم نفسه ويرحمنا ويرحم الشعب المصري. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.